الدوري التركي الممتاز سوبر ليج لم يشهد إثارة استمرت حتى الأسبوع الأخير منه مثل تلك التي شهدها هذا العام، فقد خاض فرسان رهان فنربahçe وترابزونسبور السباق حتى الأمتار الأخيرة منه جنبا إلى جنب، ومن يتعثر سيخسر السباق. الفريقان يتساويان في عدد النقاط ولكل منهما 79 نقطة، ويتقدم فنربahçe بمجموع المباراتين اللتين جمعتاهما، ولن يكفي الفوز لطرابزون في حالة فوز فنربahçe. إن شاء الله نحظى بلقب البطولة لأننا لم نذق طعمها منذ زمن طويل. المنطق يقول أن فنربahçe فريق قوي، لكنني أقول بأننا سنفوز. المباراة الأخيرة التقى فيها فنربahçe مع سيفاس، وقد سارت كما يشتهي ويتمنى الفريق، وانتهت بنتيجة عريضة ب4 أهداف ل3 لتعلن عن تربع فنربahçe على عرش الكرة التركية لهذا الموسم، وليحقق البطولة التي غابت عنه ل4 سنوات. فنربahçe استحق البطولة منذ زمن طويل، ونحن وعائلتي نحتفل بالبطولة. البطل الأكبر هو فنربahçe. شكرا للفريق وشكرا للرئيس. جماهير النادي خرجت للاحتفال بهذا اللقب بعدما فقدته في العام الماضي في المباراة الأخيرة، ليكون طعم اللقب هذا العام بنكهة مميزة، خاصة أنها حبست الأنفاس وقد فقدت الأمل في البطولة بعد أن كان الفريق متخلفا عن طرابزونسبور ب9 نقاط كاملة. الكل يرفع الأعلام الصفراء والزرقاء ويصدح بأعلى صوته باسم الفريق الذي حقق البطولة الأغلى على قلوبهم، وكذلك هداف البطولة قائد الفريق أليكس دي سوزا ب28 هدفا ليكون النادي الأكبر في تركيا. كما أن للبطولة طعما آخر، حيث أنها أتت على يد المدرب الشاب ابن النادي نفسه أيكوت كوجمان. بطولة الدوري التركي 18 لفنربahçe تجعله يتصدر زعامة الكرة التركية بعد أن كان يتقاسمها مع غريمه التقليدي غالاتا سراي. ماجد درويش، الجزيرة الرياضية، اسطنبول. عربيا، أنهى الاتحاد القطري لكرة القدم موسمه الكروي 2010-2011، أنهاه بمجان تكريمي في أكاديمية أسباير للتفوق الرياضي لكل من ساهم بإنجاح